لك مشكله هيشان تساقط تنعيم تطويل في زيت واحد بس، هو وصفه جدتي. هاي، عامله ايه؟ عرفت ان عندك مشكله فجيت احلها لك. جايه المره دي وانا عارفه ومتاكده ان انت بتدوري على احسن زيت ممكن تعملي بيه حمام زيت، وما يوقعش بصيله الشعر معاه، ولا يكون تقيل على فروه الراس. زيت وصفه جدتي موجود في اكتر من 20 زيت مناسب لفروه الراس. انتوا شايفين الازازه اصلا حجمها قد ايه؟ حجمها كبير جدا، غير التيوب بتاعتها حلوه قوي. بصوا الزيت خفيف مش تقيل خالص، وده غير ان هو ريحته حلوه الشعر، وبيطر البصيله وبيقلل من الهيشان، ومع الوقت بيطول. ودي احسن الحاجات اللي موجوده في الزيت، لان هو بيشمل زيوت كتير قوي، منها زيت اللافندر عشان يخلي ريحته حلوه، منها زيت الفانيليا، منها زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اليقطين. في زيوت كتير قوي، في زيوت انا عن نفسي اول مره اسمع عنها، ودي حاجه حلوه جدا. انا مستخدمه منه كميه محترمه، يعني شايفين التيوب قد ايه؟ فلما بتيجي تطلع بتطلع بكميه كويسه، فالكميه دي ممكن تكفي معاكي مره. فكل اللي شفت منه تقليل هيشان، تقليل تساقط، بفروه الراس كويسه، محافظ على فروه الراس، ريحته حلوه قوي، ما عمليش اي مضاعفات، بالعكس ان هو عالج شعري. ودي احسن الحاجات اللي انا شفتها منه. نصيحه مني، ده احلى زيت ممكن تجربوه، بتاع وصفه جدتي، ويعني مش يعتبر اعلان او حاجه، حلو قوي، جربيه.